نذهب الآن، نذهب إلى البيوت كما تحب. صلوا العشاء ولا شيء؟ والله إن أذنتم لي أنا ممكن أجلس 10 دقائق الآن معكم ولا شيء ربع ساعة وأذهب إلى الناس في البوشتنة. والله ما جئت إلا من أجلكم، يعني جئت لأني وعدتكم بالمجيء فتركت العمل، وإلا كنا نحن الاثنين يعني نعم أنا أعمل بملابسي هذه دائما طول عمري كذا أعمل بها، يعني عادي الناس ينظرون لكن عادي جدا أعمل بها، أذهب البيت نغسلها ونلبسها في اليوم الثاني، ليس هناك مشكلة إن شاء الله. ولكن 10 دقائق ربما عندكم شيء أسئلة، شيء حاجة في بالكم، نصيحة لي مثلا، شيء تعليق، نقد، الشيء صدره مفتوح أبشروا. ولا يا شيخ عبد اللطيف؟ عصا مثلا. الله يبارك. كيف الأحوال عندكم هنا في لايبسي؟ ماذا تفتقدون وماذا لا تفتقدون؟ الوحدة بين الإخوة. ربنا يجمعهم جميعا يا رب. ربنا يجمعهم جميعا على قلب رجل واحد. أسأل الله كذلك. هذا مرض الأمة، مرض الأمة جمعاء، ويعني أحيانا نصنعه نحن بأيدينا من أجل الدنيا. من أجل الدنيا. سم الله لا تتحرج. قال 2 لا يتعلمان أبدا، مستحيل ومستكبر. فالإنسان ما يتكبر على طالب العلم، ما يهمه يسأل ولا يتحرج. إذا في أي شيء يتعلم قله. ناقصين الشيخ هون التأليف بين القلوب، لأنه كل واحد يغني على ليلاه كما يقول. أيوه صدقت والله. أنا وجدت العجائب. أنا التقيت بكثير من الإخوة ووجدتهم يعيشون في الحرام ولا يصلون، وبعضهم يعني يعيش بالزنا وعنده أطفال من الزنا وعايش وخلاص ولا إله إلا الله. عرفت؟ يعني لابد من أن يكون هناك يعني ما يؤلف القلوب ويجمع الكلمة، وتكون هناك حركة تثقيفية وتعليمية حتى يعرف الإنسان أصول دينه. يعني الجهل بأصول الدين مصيبة كبيرة، الجهل بطريقة التعامل مع الإخوان مصيبة كبيرة، الجهل بأحوال الأمة مصيبة أكبر. ولكن هذا يحتاج إلى أن نتحرك، أن نتعلم، لأن العلم هو الشيء الذي يدفعك لمعرفة كل صغيرة وكبيرة، هو الذي يغير حياتك. فإن لم تتعلم ستبقى كما أنت، يعني تبقى مكانك رابح، وهذا لا يصلح. لذلك إن أردتم ذلك لابد أن تنشطوا أنتم، لأن المعول عليكم. أنتم أهل المسجد، أهل الصلوات 5، أهل الدروس، أنتم الصفوة. فإذا كانت الصفوة يعني كسولة ولا تتحرك فلا لوم على أحد. فهمتم المقصد؟ إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل بيته الرقص. إن كنا نحن أهل المسجد لا نتحرك بالدعوة في الناس، لا نزورهم، فمصيبتنا كبيرة. وأنا حقيقة من أشد ما شدني وحببني في مسجدكم الحقيقة، ودائما يعني الشيخ عبد اللطيف له ذكر عندي وأحبه الحقيقة، أن فيكم خصائص أهل الدعوة التبليغ. يعني في شيء من الجهد هذا هنا، وهذا جيد لو أنكم زرتم الناس وتحركتم عليهم وأخرجتوهم من الظلمات إلى النور، لا شيء مشكلة. اخرجون كل كم من يوم تتحركون في الناس، في الأسواق، في الملاهي، في البيوت. لماذا لا نفعل هذا؟ ونجرهم ونأتيهم إلى المسجد، نعلمهم دينهم ونتذاكر معهم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا جهد طيب، جهد الحقيقة أتى أكله وثماره في كثير من العالم، وخاصة إن مزج بعلم صافي. يعني المبلغ الذي يبلغ رسالة الله عز وجل، رسالة الله، تحصن بالعلم، خلاص الدنيا كلها تخضع له. الله عز وجل يمكنهم من كل شيء، لأنهم يعني هم أولياء الله عز وجل، الذين يبلغون دعوة الله سبحانه وتعالى، الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحد من الله، وكفى بالله حسيبا. هؤلاء الله عز وجل كفى به لهم حسيبا، وحسبهم وحسيبهم وناصرهم
ولكن نتحرك بالدعوة حتى لا ينزل علينا كذلك غضب الله عز وجل. وسلم يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يرسل عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب له. فتأليف القلوب يحتاج إلى حركة، لابد أن احنا نتحرك. والإخوة التبليغيين دائما يقولون كذا جملة أحبها منذ أن كنت صغيرا، أسمعها منهم: يقول لك كأس الشاي تضع فيه ملعقتين سكر تشربه مر، تقلب تقليبة تشرب أحلى شوي، تقليبة كمان شوي، كل ما تقلب كل ما يحلو زيادة. عرفت؟ وهذا هذه الأمور تحتاج إلى حركة، إلى حركة حتى تحلو، حتى الإيمان يزيد والأمور تصبح يعني حلوة جدا. فهذه وصيتي لكم: تحركوا بالدعوة واصبروا على الناس. لا تظن أن تأليف القلوب هذا أمر أيضا يعني يأتي من فراغ. لا بد أن تؤذى، ولا بد أن تشتم، ولا بد أن يبصق في وجهك، ولا بد أن يطعن فيك، ولا بد أن تتهم بأنك ضال وفاسق وفئة ضالة ومسجد ضرار وكذا. لا تلتفت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. إلا تجيك الضربات ما تخافش، لكن هي الضربات فيها خير. وبشر الصابرين. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. طالما أنك أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر إلا يأتيك الطق على رأسك، ما تخاف، لابد أن يأتي. اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هنا الصبر. الله عز وجل يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم. أمر منتهي. اصبر بس بالصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. تصبح إماما في الدين، إماما تدعو إلى الهدى، إماما تدعو إلى الخير. اصبر وتيقن أن نصر الله قادم. لا ينصرنك الله، لأن الله عز وجل ينصر المؤمنين. يا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. الله عز وجل ينصرك، ولا ينصرن الله من ينصره. فاصبروا ورابطوا وادعوا إلى الله سبحانه وتعالى يؤلف الله عز وجل بكم قلوب العباد ها هنا. والله إنكم لكثير، لستم عددا قليلا هنا في هذه البلاد، ولكن القلوب شتى. إذا تحركنا في الدعوة يجمعون وتصبح لكم كلمة ويصبح لكم شأن بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجزيكم عنا الخير وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. خير إن شاء الله. بقي عندكم شيء؟ خلاص، بارك الله فيكم. نهائيا يعملون مثلنا عند مشايخنا، تكون عندنا آلاف الأسئلة في رأسنا، وإذا حضر الشيخ تتبخر الأسئلة، فكانوا يقولون لنا اكتبوها دائما. خلي دفتر في جيبك واكتب الأسئلة. عندك حق، رصيد محبوس غير يخرج يبدأ السؤال، تبدأ الأسئلة كلها. ولذلك أفضل شيء نأخذ مفكرة صغيرة ونجعل الأسئلة فيها. طيب، بعد إن شاء الله تدخل معنا هنا في لايبزيج. أنا معكم إن شاء الله، أبشروا. طيب، في مساجد كثيرة هنا يعني نحاول كيف يعني تكون هذه موحدة. عندنا الآن تعرف كم مسجد؟ مسجد بلال، ومسجد الإخوان البوسنيين، ومسجد الرحمن، ومسجد التقوى الأكراد تركيا،
ومسجد أيوب سلطان، والمسجد اللي يقول عليه أخونا حسن يقول مركز إسلامي. يعني هذه مساجد بصراحة ما تمتلئ للجمعة بس، باقي الأيامات الله يجيب 2 3 1 إمام وحده. هذه يعني كيف الفكر بصراحة؟ شوف أنا أقول أنا لا يحزنني ولا يقلقني كثرة المساجد، أنا ما عندي مانع، بالعكس إني لا أتمنى أن يكون في كل حي مسجد بحيث الكل يصلي، ما حد يتخلف عن الصلاة، بدل ما تاخذ قطار وتاخذ كذا وتمشي ما عندك حل، أجي عندك مسجد في الحي تصلي فيه. مشكلتي ليست في كثرة المساجد، بل أتمنى يا رب اجعل في كل حي مسجدا، ولكن المشكلة في العداء الذي يقوم بين الناس بسبب موضوع المساجد، وتبدأ الاتهامات، هذا مسجد ضرار، هذا مسجد المنافقين، هذا طيب انت وين رايح؟ أخي أنت ايش مزعلك؟ أنت ما الذي يحزنك؟ خلي إن شاء الله في كل حي مسجدين كويس خلاص، ولكن لا يعادي بعضنا بعضا، نتزاور ونتحابب ونتعاون. ولما يكون عند الشيخ عبد اللطيف درس كلنا نأتي نحضر درس عنده، ايش المشكلة؟ ولما يكون عند الشيخ مش عارف إبراهيم درس نذهب إليه، ولما يكون عند الشيخ فتحي درس نذهب إليه، ولما يكون عند الشيخ عبد اللطيف عقيقة، كلنا نأتي ونأكل من هذا، نقرقط العظام. وعندما يكون في عرس في مسجد شيخ الرحمن نذهب ونصلي هناك ونفرح بالعريس. أين هي المشكلة؟ أريد أن أعرف بس أين هي المشكلة؟ المشكلة فينا، لأن كل واحد منا يريد هذا الكرسي، ويخشى أنه إذا فتح مسجد آخر سيأخذون الكرسي بتاعه. حتى المساجد صار فيها كراسي، حتى في المدن العربية يعني الإسلامية والعربية يعني مشكلة كبيرة. ليش؟ راجع الأخلاق في الإنسان، ما في أخلاق، ما في أخلاق، ما في أخلاق. ولا الأصل يعني والله يعني أنا يعني والله أرى أصحاب المحلات، واحد يفتح محل شاورما على شو يسمونه الدونر، يقوم واحد يجي جنبه يفتح دونر، ويجي واحد ثالث يفتح دونر، عرفت؟ وكلهم يعملون. يقول لك بالعكس تغدو هذه المنطقة معروفة ببياعين الدونر، يقوم الناس يقصدونها من كل مكان، فالكل يرزق. خلاص، مثل الأسواق، المجمعات الأسواق، سوق جنب سوق جنب سوق جنب سوق، وتجد الناس تأتي تبقى ألوف الناس تتسوق. سوق كبير، سوق كبير جدا. ايش المشكلة؟ إن شاء الله في كل حي مسجد، لكن المشكلة إن إحنا ما نعاديش بعض، ولا نتخذ من هذا أزمة، ولا يكون همنا إيش؟ عبد اللطيف فتح مسجد لازم أفرغ له إياه ويجوا عندي. ليش؟ فهمت علي كيف؟ أنا أمر جنب مسجد كذا أصلي فيه، أمر جنب كذا أصلي فيه، فهمت؟ يعني ليس هناك مشكلة، مش لازم تكون هذه يعني، ولا يجوز أن يكون هذه نقطة تسبب العداء بين الناس وتولي أحزاب. هذا بتاع التبليغيين. إيش يعني؟ أنا مش تبليغي، ما أدخلش المسجد، هذا ممنوع محرم علي، هذا بتاع السلفيين. وإيش يعني السلفيين؟ يعني أنا كافر بوذي، أنا مسلم أشهد لا إله إلا الله، هذا بس بتاع الإخوة تعيش، ما فيش بتاع، ما في أي بتاعات، في شيء واحد بس، وأن المساجد لله. لمن؟ لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. بيت الله، بيت الخلق، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لم يحدد طائفة معينة وناس معينون وقومية معينة، خلاص هذه بيوت الله، بيوت الله عز وجل، ما نجعلها أداة للحروب وتفريقا للمسلمين وتعذيبا. الذي يأتي هذا المسجد ويذهب إلى مسجد عمر يكون خرج عن الجماعة وفارق، لا، كلها بيت الله. أنا يعني لو الأمر عندي
يطوفون يوم الشيخ عبد اللطيف مرة مسجد عمر ولا مسجد الرحمن، يصلي بهم مرة المغرب، هم يصلوا بهم العشاء مرة، تولي محبة أخوة. ثم يحصل أي مشكلة في الله لا يمسك، يجتمعون جميعا، الشيخ عبد اللطيف والشيخ إبراهيم والشيخ حسان والشيخ محمد والشيخ فتحي، يجتمعون ويجلسوا ويتشاوروا المشورة، وأمرهم شورى بينهم، ويحاولوا يحلوا المشكلة، وما حد يفرض رأيه ولا حد يعمل نفسه كبير على الآخرين والزعيم، ما في زعيم. وكونوا عباد الله إخوانا، كلنا إخوان. لكن المشكلة يا شيخ هون في لايبس، خاصة عندنا احنا العرب، والعرب خاصة مسجد العرب هنا في لايبس، نعم. أصبح المسجد ملك خاص، يصبح المسجد ملك خاص للإمام، وأي واحد يعني بيعارضه بكلمة ما يتفهمها. بقصدك يتصرف كما يشاء. يتصرف كما يشاء يعني ما إن كان تصرف شرعي فلا حرج، المشكلة أنه إن تصرف غير شرعي أولا. ثانيا يا أخي قل ما شئت، طالما أنك أنت ما تعملش مشكلة، لا ضربت ولا شتمت، عرفت؟ يعني إن اعترضت على كلامي، أنا دائما أقول هذا في مسجدي، بس ما تعملش شوشرة، إياك تشوشر ولا أنت مضطرد على طول. ولكن أنت يا شيخ اليوم على المنبر كلامك كله غلط، جزاك الله خير، تعال انصحني بس فهمني إيش الغلط.